الأستاذ المبدع بهاء أمين. نحن شعب حزين وبائس. دي حقيقة. السلام عليكم. وعليكم السلام. مبروك يا ست الناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أنا عايز أبارك لأختي الجميلة الكاتبة الأديبة عبير العطار، ودي تاني مرة يعني حسن الحظ إن أنا أحضر هذا النقاش على هذه الرواية. أنا قرأتها من الجلدة للجلدة زي ما بيقولوا، ولكن إذا كانت فيه كوكبة من أبدع وألمع النقاط فلا يجوز إن البني آدم يتكلم، يستمع فقط. أحيي المنصة الجميلة الكريمة الوازنة، منصة السيدات اليوم. دكتورة سوسن ما شاء الله منورة الدنيا كلها. دكتورة أميمة بقالنا قرون ما شفناهاش، فتحية كبيرة إنها موجودة. الأديبة الكبيرة الأستاذة زينب موجودة منورة الدنيا، وشرف عظيم إن إحنا نتواجد. شرف عظيم جدا إن يبقى في أصل ثقافة. نعم؟ دكتورة إسراء بدوي. دكتورة إسراء على راسنا طبعا، أهلا وسهلا. كل المبدعين وكل الكبار، المهندس عبده وحبيبي. أنا أشرف إن أنا متواجد في مكان يقوده سامح حريدي، يقوده الأستاذ سامح حريدي الشاعر الكبير، وتلميذ اللي قاعد جنبه العملاق الكبير أستاذ حمد عبد. أشرف بالقامات الكبيرة كلها، ولكن أنا عايز أقول حاجة يا جماعة أنا كتبتها خصيصا للأستاذ سامح، لأن لا يجوز ولا يصح إن مكان بهذا العبق وهذه الوجوه المثقفه الكبيره، اعتقد ما فيش واحد يعني 30 40 50%، لازم يعدي 90%، لازم، ان ما كانش فيه كمال والكمال الا طبعا. كل القامات الكبيره دي شيء تفخر به اي منطقه او اي مكان تتواجد فيه الناس. فمكان زي روض الفرج بيجمع كل هذه القادات الكبير من الفكر والادب والسياسه، لازم نقول حاجه للاستاذ سامح حريدي. في عجاله طبعا. أنا جايبها من التليفون. دكتورة صباح. اسمح لي طبعا أستاذة زينب إن أنا أقول حاجة، يعني أعتقد إن أنت يعني إحنا اتربينا على كلماتك، وجيل واحد وإخوات وبنعشقك ونعشق كتاباتك. بقول لسامح حريدي: يا صاحب الحرف لا تفتر ولا تدعي، فأنت للروض نور غير منصدع. يا سامحا برؤى الإبداع همته تعلو فتكسو جميع النادي بالورع. رئيس ناد غدا بالفضل مكرمة، صرت المنارة في إقبال مجتمع. ذو همة لا ترى للصعب منزلة، يمضي ويبني صروحا دون ما طمع. ثابرت حتى غدا النادي بموعدكم، صرحا من الشعر محفوظا من الضياع. أدم عطاءك كل الناس شاهدة أن الذي سار في درب العلا يعي. فخذ من القلب تقديرا يصافحكم، وفي المقال لكم مسك من الرفع. يا نجم روض الفرج الحر منزلة، تسري بفكرك في الدنيا بلا وجع. مشيت دربا كريما لا نظير له، يا شاعرا بجميل القول متسع. عاش الهريدي حرا في مكانته، يبقى منارا بفكر دائم السطع. تحيات الاستاذ سامح. الأستاذة منال لطفي. الأستاذة منال. ما شاء الله. تحية للمنصة الكريمة والأستاذة عبير بشكل خاص. دكتورة أميمة بقالي 5 سنوات ما شفتهاش، وهي مش مجرد ناقدة وشاعرة بالنسبة لي، هي أحد أفراد عيلتي، أختي الكبيرة الجميلة بس الصغيرة سنا. فأنا مبسوطة إني شفتها جدا، مبسوطة طبعا وفخورة بعبير كالعادة،
والساده الحضور كلهم غاليين عليا كلهم. مبسوطه اني اول مره التقي بالدكتوره زينب، وسمعت حاجات جميله برضو الاستاذه اسراء، فالدكتوره صفاء لسه مشرفانا، فتحيه ليكم كلكم. بس عايزه اقول انه من زمن الزمن بقى ما تعدوش سنين، الاستاذ حمدي عبد الرازق الاخ والصديق على مدى العمر كله كنا لسه بقى بنحبو يعني في الوسط السابق. الحقيقه انا عايزه احيي سامح بشكل خاص، لانه النادي على ايديه، هو طبعا نادي عريق ومؤسس جيد جدا من زمان، بس فعلا في فتره رئاسته في ازدهار ثقافي وهج كده واضح. انا معتزل بقالي فتره وما بنزلش لكني متابعه، فبشكره على هذه مش عارفه اقول ايه يعني. فاسمحوا لي انا مش هقول حاجه من كلماتي، انا هقول حاجه لعبير عشان هي يعني عيونها خضراء كده وجميله. فكان في حاجه فاروق شوشه كاتبها بيقول فيها: اروع من عينيك لا، اروع من عينيك لا، نجمتان تهديان خطوي الأمين، منارتان ترقبان ظلمة السنين، عينان دفء وخدر، عينان شمس وقمر، تحار فيهما هل تحرقان أم يا ترى ترقبان، لأن حرقة اللهيب فيهما وفيهما نسمة السحر. تحية لعبير العطار الحبيبة الصديقة الغالية، تحية لكل الناس الحلوة المشاركة. شكرا جدا. أستاذ محمد الملواني، أستاذ محمد ليك مداخلة في دقيقة. التحية طبعا لنادي الأدب ونشكر القائمين عليه. النهارده بحيي الأستاذة عبير العطار على الرواية الجديدة، ودي حاجة أنا ما كنتش أعرف عنها إن هي بتكتب رواية، لكن حققت قدامي حاجة ما كنتش أعرف عنها. شاعر ولا إيه؟ يا جماعة اسمعوا اتفضل. اتفضل يا أستاذ محمد. طبعا قال يا فندم قصرنا قال الأستاذ حمدي عبد الرازق. زيكو حمدي هو سامع. سامعني؟ سامع. كل هو بس حاجة تانية. عودا حميدا، ونتمنى تبقى معانا كده على طول. والله وعايزينك تبقى في وسطينا، ما تبعدش عننا. شكرا يا أستاذ محمد. قبل ما نستمع للكلمات الختامية للنقاد وللكاتبة المبدعة عبير العطار، هنستمع لكلمة ختامية للأستاذ سامح حريدي رئيس نادي أدب رود القاهرة. دكتور مصطفى عباس جيكو ما طلعش ولا شحات. من ده طب خليه اتفضل الدكتور مصطفى. اولا مبروك للصديقه والاخت الغاليه العزيزه عبير العطار، وانا من سوء حظي اني ما قريتش الروايه ومش هقدر اقول حاجه. انا ببارك لها، ويكفي كلمات النقاد على الروايه انها روايه تستحق القرايه، فانا لم اقصر حقها. كفايه انك لابس موف يعني. اولا انا بكره في عرض الغجري بمصر بالمسرح هنا، العرض بطوله زوجاتي الفنانه هدى الهلالي، العرض من تاليف بهيج اسماعيل واخراج ياسين الضوي. في عرض النهارده كمان 10 دقائق كده، وفي عرض بكره ان شاء الله عرض، فاتمنى تنوروا. اول قصيده قديمه كده صغيره: كتروا العساكر فوق رصيف القلب، حوط الوريد سناكي، دق الكعوب في النبضة شهقت ملعون غرام الاعتياد، غطى ملامح كل ضحكة بإيده، فرش ابتسامة صنف فوق وش العشيق، حول حرارة البدن جليد،
ملعون غرام الاعتياد، كل الصور فرحانة حين تأتي، كل الصور بهتانة لما تغيبي. مين اللي ساكن مين ورا القضبان؟ العشق ولا دباحين النبض؟ البحر عمره ما اتسجن. مين اللي ساكن مين ورا الأبعاد؟ البحر ولا ترسانات الهم؟ أيوب صبر لي بس كان مخبول، جمت في عرقه كل نقطة دم، واستنى لحظة موته بعد ما مات. شبابيك حارتنا الليلة مقفولين، وكلاب حارتنا الليلة ما يعدوش، وزعيق عيال الحارة مش واصل، والصاحي جوه الحارة نقر العسكري يعلى في وداني لما يزيد خوفي، يرحل مع صياح الديوب. درويش يا سيد كل من غناك، دي ودان حارتنا الليلة مش سمعاك. وديت هموم البكرة لأجل منام، كترت همومي بعلو هذا السقف، وصحيت أشون في هموم اليوم واحدتها فوق السطح. شكرا أستاذ سامح. يستعد النقاد شكرا لكل الحضور. شكرا للدكتورة سامسون مروان على الإعداد المتميز للندوة وعلى الإدارة المتميزة للندوة. شكرا للكاتبة المتميزة الأستاذة عبير عطار نورت لود الفرج. تقدير الأدب وعطفه. شكرا للأستاذة الدكتورة أمينة جاد نورتينا، والدكتورة أيضا إسراء بدوي، والدكتورة زينب العسال نورت لود الفرج. شكرا للأستاذ بهاء أمين على القصيدة اللي أنت قلتها، ولكن خلينا أقول إن ورود الفرج نجاحها بفضل الجمعية العمومية المتميزة المتحبة العائلة زي ما أنا بقول، ومجلس الإدارة اللي مديني كل الصلاحيات إن أنا أتحرك وإن أنا ما يبقاش يعني ما بنتناقش في أي حاجة للأمانة. والدكتورة سوسن رضوان موجودة، ما بنتناقش في أي حاجة. عايز أعمل ندوة كذا يلا وشوف التفاصيل وتواصلي مع إسراء. عايز أعمل حاجة يلا. ففكرة المناقشات اللي بتجيب صداع وبتأخر وبتضيع وقت الحمد لله مش موجودة في رود الفرج. فإذا كان في نجاح لرود الفرج ما هواش نجاح لسامح حديدي، لا، نجاح للجمعية العمومية فرد فرد، ونجاح لمجلس الإدارة، ونجاح للجند المجهول اللي دايما في ظهرنا بسيرته وبالتواجد بتاعه الأستاذ حمدي عبد الرازق اللي دايما منورنا. خليني استخدم حق الفيتو بالنسبه لي كشاعر واقول حاجه صغيره في مده 5 ثواني بتقول: كان نازل يلعب من ساعتين، قاعد على النص بيتمرجح وفي ايده فانوس، اتطفت الشمعه فولعها، لقى نفسه ازاي عند الدكتور بيركب طقم اسنان ودروس. اتخض وزعق في الحاضرين، كان فاكره كابوس، واستغرب جدا من عيل بيقول له: يا جدي أنا أبويا موصيني عليه قبل ما يموت. ما تنسوش كلمة صغيرة بس تعقيب على كلام الأستاذ دقيقة 50 يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماشي مرة ثانية، لحظة بس بسيطة خالص. مجلس الإدارة الموجود دلوقتي والجمعية العمومية موجودة، أنا بعتبره محظوظين بإدارة القصر. لأن في مرة أنا ما جبتش القصر هنا بقالي بتاع 20 سنة. الأستاذ حمدي ربنا يديه الصحة ويشفيه في المشفى، كان بيكافح. شفته في مرة مسك في خناقة مع مدير القصر، لأن مدير القصر كان بينظر لنادي الأدب على إنهم شوية ناس طيبين خالص بيدوروا على مكان يقعدوا فيه بدل ما يقعدوا على القهوة. معلش بنقول لحضرتك اهو، اللحظه دي من ساعتها ما جتش هنا تاني، حتى هذه اللحظه ما جتش هنا تاني، رغم انه مكان ما شاء الله الدوله موفره امكانيات والدوله عامله فيه يعني مش مقصره بحقه، ورغم كده فالنجاح الموجود دلوقتي طبعا بفضل مجلس الاداره وبفضل الجمعيه العموميه اللي متماسكه والاداره بتاعه القصر اللي سامحه واللي بتدي المساحات وما بنعطلش اي دور، ما بتعطلش حاجه. دي حبيت اضافه لان انا ما جيتش من اكثر من 20 سنه. استاذ حمدي ولا قد ايه؟ استاذ حمدي بنفسه مسك في رقبه المدير
والمدير مصر على ان برضه ان الجماعه بتوع الادب دول شيء صعب. وانا اسف للحته دي، بس احنا كمجتمع ادبي فبنقول اللي بيقابلنا من القيادات الموجوده في اصول الثقافه. بس شكرا. احنا ذكرنا في اول الندوه دور قصر ثقافه رود الفرج والاستاذ محمد الشحات مدير القصر والاستاذ محمد محمود. تمام. ما تنسوش ان في صوره ختاميه ان شاء الله. هنستمع ل عليكم السلام. السلام عليكم. أنا الدكتورة صفاء الفتاح، أستاذ في جامعة القرى. أنا من نفس التربوي محسن الصوت لا أنا جامعة دكتورة عجيب والله، رغم جاية من سفر امبارح في الدين متأخر، بس عشان مع احترامي لكل الموجودين سواء من مصر او المتواجدين، ولكن اخويا وحبيبي الاستاذ حمدي عبد الرازق انا اول مره اشوفه من بعد ما كان، فلما عرفت انه جاي النهارده انا جيت جري والله علشان بس اطمن عليه واتكلم معاه. فالف سلامه ليك، ودايما يا رب تسعد رود الفرج بوجودك وكل الصالونات باذن الله. شكرا لكم. يهمنا نستمع لكلمة ختامية من الأستاذة الدكتورة إسراء بدوي، مش ختام للقاء بعد الإضافات والتعليقات والمداخلات. تعالي حبيبتي تعالي. اتفضلي او تعالي كده. الأسطورة تبني لنا عوالم من الآلهة والأبطال الخارقين، ورواية تعيدنا إلى بؤس الفرد العادي وهشاشته اليومية، ومع ذلك كلاهما يبحث عن حقيقة واحدة. قربان الذي ولماذا نتألم؟ في ختام هذه الرحلة بين التخيل الروائي والرمز الأسطوري يبقى السؤال الفلسفي المعلق الذي يؤرق رعينا: إذا كانت الأسطورة هي الحكاية التي صدقها الجميع وهي كذب، والرواية هي الحكاية التي كذبها الجميع وهي تحمل في طياتها أعمق الحقائق البشرية، فهل نكتب الروايات اليوم لنصنع أساطير جديدة نتحصن بها من واقعنا، أم إننا نلوذ بالأسطورة هربا من حقيقة أن الرواية هي مرآتنا الوحيدة الصادقة؟ شكرا لحضراتكم وشكرا. شكرا الأستاذة والدكتورة زينب العسال، وختام مشوق كالقراءة المشوقة. لا عايزين كلمة أخيرة لحضرتك. لا أنا مش هكمل. لا عايزين اتفضلي حضرتك. أنا حقيقة بشكر كلمة ختامية والدكتورة أميمة. طبعا بشكر أستاذتنا الأستاذة زينب العسال، يعني أنها تركت وبس يعني أنا هأشير بس الجزء بسيط قوي، يعني ما لحقتش أقوله. بس بالنسبة لبعض شخصيات الرواية كان في قضية مهمة جدا مطروحة يا جماعة، شخصية العالم بريان. بريان ده كان جاي من البعثة البريطانية، فهو معلش الصوت لو سمحت، كان بيقود مشروعا خفيا لتحليل دم سكان المنيا بدعوى الاستعداد للأمراض المستقبلية، بينما الهدف الحقيقي كان هو بناء قاعدة بيانات جينية ضخمة. دكتور شتيفان كان بيدخل السراديب في جبل تونا أو تونا الجبل بحثا عن الخفافيش التي تحمل فيروسات خطيرة ضمن مشروع يبدو إنسانيا لكنه كان
يحمل أبعادا بيولوجية خطرة تتعلق بإعادة تشكيل السكان. الفيروسات الشخصية الخطيرة اللي في الرواية التي لم نشر إليها إن هي كان اسمها سهاد، بتتحول إلى وسيطة بين المال والمعرفة والهروب، وتقرر السفر وترك المكان. المشروع العام يبدو في ظاهره علميا وصحيا، لكنه يتحول إلى نظام مراقبة بيولوجية واستغلال جيني للسكان. في الجزئية دي في الحقيقة جزئية من أخطر المناطق الرواية، اللي هو كانت عبير بتشير إلى استغلال الغرب للمناطق عندنا الأثرية في مصر بشكل عام، والحرب البيولوجية عبر تخليق الفيروسات. أنا في الحقيقة بشكر عبير أن أتاحت لي هذه الفرصة، وبشكر السادة الحضور وكلهم قامات. بشكر الإدارة الحكيمة للدكتورة سوسن، الأستاذ سامح، وكل السادة الحضور. سعيدة بيكم. والدكتورة سوسن هتنوه عن ندوة يوم 25 إن شاء الله لمن يحب أن يشرفنا بالحضور. شكرا. أرجو أن أنا أكون كنت على مستوى الحدث وأرضيت جميع الحضور، المنصة الكبرى والمنصة الصغرى. هختم بكلمة قالتها كاميليا في مذكرتها: إذا أفرغت الكراهية من قلبك فقد حل عليك السلام الداخلي يزهر بداخلك كما تزهر النباتات وقت الربيع. لكن بماذا يفيد السلام إذا لم يفهم الإنسان قيمة تلك النعمة؟ ولا تنتهي الحكاية، بل تستمر الحكايات وتسابق بعضها بعضا حتى نسمعها ونستمتع بها. فإلى ليلة جديدة وأمسية من أمسيات. لسه هنسمع الأستاذة عبير وأمسية من أمسيات، ونبتدي منين الحكاية. وإلى كلمة ختامية للأستاذة عبير العطار. طبعا بشكركم جميعا، بشكر الجميع على الحضور، وسأفشي لكم سرا يعني صغيرا. أنا بحب رود الفرج لأنه والدتي وعائلة والدتي من مواليد رود الفرج. ببقى سعيدة جدا إنه أنا متواجدة هنا، وحقيقي بحس بالألفة والمحبة المتبادلة ما بيننا وبين بعض. شكرا للدكتورة سوسن على إدارة هذه الندوة الجميلة. شكرا للأستاذ سامح حريدي. شكرا لنادي أدب ثقافة رود الفرج. أنا بشكر كل واحد حضر، وبشكر كل واحد صمد حتى النهاية، لأنه من الصعب أن نصمد لسماع نقاشات ونقد ومصطلحات، لكن أنا بحس يعني حسيت بالمحبة، وهذه المحبة تعكس علي شيء رائع. تفضلي. لسه في صورة جماعية. عايزة القصيدة يعني ولا ايه؟ مش عارفة. عايزة القصيدة ولا ايه؟ عايزة القصيدة. انا عايزة اسمع منك سيف مع حافظاها. طيب، ماذا لو التقطت لنفسك صورة؟ ماذا لو التقطت لنفسك صورة سيلفي مع الروح؟ ترى ستعجبك. هل كانت طيبة مثلك؟ هل كانت جميلة كما تجملت؟ ترى ماذا رأيت؟ من سيخبرك بما تخفي في ثنايا الروح من عذاب؟ من سيرسم مسحة الحزن الغائرة في الأعماق؟ من سيطلع على ندب وقروح توغلت، على عدد الأيام التي سكنت بها الأرض؟ من سيزيح طبقة الخوف الراكدة على مشاعرك؟ من سيعيد إحياء قلبك ليمضي بلا تجاعيد؟ من سيدق أرقه مشاعر وجد تختال في قلبك؟ من سيتلوك صلاة في محرابه كلما التقت الأرواح
على أكف السماء. من سيسقي ورد كذاب من ماء الحياة؟ من سيعالج الحنين؟ من سيعالج الحنين الذي هزل من فرط الاشتياق؟ من سيصير حتما أن روح على روح. شكرا. وبرضو تكسيرا للتقاليد والقواعد وقبل الصورة الجماعية واهتماما بالجيل المستقبل، كان عايزين يقولوا حاجة فأنا مش عارفة هم هيقولوا إيه. ملك ورودينا وعمار ورقية. حماد مش عمار، على نفس الوزن يا حماد، في ايه؟ ما تحرجنيش. تعال شباب المستقبل في انتظار الصورة الجماعية. لازم نرجع. قولوا حبايبي. وقبل الشباب بيقولوا بشكر كل الحضور، وبشكر الأستاذة إسراء حمودة المنسق الإعلامي لنادي أدب رود الفرج، واللي بتعمل لنا على طول الإعلانات الرائعة والجميلة اللي بتعلن عنها عن ندوات نادي أدب رود الفرج. ده اسم اللي واقف. الله ملوين. شكرا حضرتك يا استاذه عبير، وانا بشكر الله حريزي على دعمه. شكرا. دول براعم نادي ادب رود الفرج. ربنا يخليك ان شاء الله. دي ملك بقى الجميله. وبشكر استاذ سامح، وكان نفسي اقول حاجه النهارده بس مش عارفه. لا انا لازم لا قولي يلا. في دقيقتين يلا قولي. هو الشيخ بتاعك. يلا. طيب ماشي. شكرا. هيقولوا لا مش معايا. وانت قلت لهم زمان وانا صغير كان حدانا معزتين وزتين بطتين زير كبير على قلتين، والفراخ ماليه السطوح، والحمار ويا الجمايل كل يوم على الغيط يروح. امي تصحى الصبح بدري، ابويا كان على الغيط بيجري، كنت قبل ما اصلي فجر. اختي تعمل لي الفطار، دارنا كان صاحب قرار، حالنا دايما في ازدهار، ارضنا لابسه الخضار، حينا اسمه العمار. باختصار كنا اسره منتجه وقريه بتحب النهار. امي تخبز، ابويا يزرع، احنا ندرس، اختي تصنع، جبنه ماشي، سمنه ماشي، مش ماشي، قشطه ماشي، كل ده من خير جاموس. اللي كانت يوم ما تتعب تبقى نكسه بجد، هي العمود لاي دار، دورها بيفوق اي حد، حاجه ملهاش في الهزار. والفراخ كان ليها هيبه، اسالوا عنها في السوق، تحلم البيت يبقى عيبه، يجي الضيف بالخير تدور بيك يقدم في الصباح. لما يلقى الفجريات كنا عايشين في البراح، كل شيء دايما مباح، اصل دارنا واحد وداف، بيت في قلب العشه كافي، واللبن كان صافي تشربه من غير مصاب، والفطير واللي يقدم واللي تشوي واللي تعدم والحصير والكليل، الضمير حي وسليم، والكانون بعد فرن العيش بيجي كام شوال اللي كان فيهم دقيق، ماشي وكان فريق، رز جاهز، دارنا مفتوح للي عايز اي حاجه بدون سؤال. دولة جوه البيت يا خال، كل واحد له وظيفه، الكبار ويا العيال، والكلاب كانت حمايه، لو ننام تصبح حراسه، حاجه ملهاش في الشمال. احنا كان سابنا الصراحه، جو كان مليان سماحه، خالد السيف والاباحه، اي حي تروح اليه في تحس انك في راحه. كان في دمك بين جميع المخلوقات، كل واحد كان مركز في اللي عدى واللي قال، حتى ارض الطيبه كان يبوسها الفاس فتطرح احلى انواع النبات، احلى صحبه، احلى جيله، عيله لمانه قصيره، والمعامله باحترام للرجال او للبنات،
كلنا في الحزب واحد، كلنا اخوات سبات. يومنا كان فيه اتفاق، قرنا برضه في اتفاق. حينا والقرية دايما كانت تصدر خيرها للي كانوا لابسين العقاد. واحدة واحدة ديابة جت علينا، قالوا تطوير القرى طمعانين، خرقوا السفينة وخدوها لنا نظرة. من ساعتها والبلاد متأخرة في كل شيء، متدهورة، حالة صبحت مسخرة، والغيطان صبحت مبات. والجميع أصبح يعاني، بيت أبويا ما عادش بيت، وحينا ما بقاش مكاني. ما الزراعة يا خلق بار، والجيران على بعض دار، واللي كان عامل له غية كلها دلوقتي طار. ما الطيور ألجالها بل، والمعيز عملوها طل، والبقر صابت جنان، والكلاب صبحت تعض، ووضعنا ما بقاش أمان. كنا مجموعين في حزمة، صار خلاص يجمعنا فيس. حضرنا ملوش لازمة، ما احنا ضيعنا النفيس، واللي قال علينا بينا احنا هو فرطنا فيه، والكتاب والسنة فينا مين بيعمل بس بيه. احنا ضعنا لما بعنا، كل ماضي كان جميل. احنا ضعنا لما بعنا، والهوان هو الدليل. احنا ضعنا عشان بقينا للدولار مستسلمين.